في الحقيقة ليست هناك علاقة بين الآشوريين والسومريين، لكن أنا عندي دراسات وسبق لي أن نشرتها. هناك علاقة بين الآشوريين والسوباريين الخوريين. في الحقيقة الآشوريين القدماء والأشخاص الذين يدعون بأنهم آشوريين في الوقت العاصر، الآشوريون القدماء والآشوريون الحاضرون كلهم كرد. المملكة الآشورية بناها السوباريون، وحتى اسم الآشوريين جاء من اسم آسور، الإله السوباري، يعني اسم الآشوريين واسم مملكتهم اسم أسلاف الكرد السوباريين الخوريين. وأيضا لماذا أقول أكتب بالإنجليزية؟ حتى يعرف العالم تاريخ الصحيح للشعب الكردي. حتى مملكة آشور بناها السوباريون، وحكموا أكثر من 1000 سنة، إلى أن استطاع الأموريون القادمون من صحراء سوريا الحالية واستطاعوا الاستيلاء على الحكم. ومدة استيلائهم حكمهم استمرت أقل من 700 سنة. باقي التاريخ الآشوري تاريخ كردي. وبعد سقوط الإمبراطورية الآشورية، الأموريين الباقين الذين بقوا في كردستان ذابوا في الشعب الكردي. يمكن الآن أنا وأنت في دمائنا جينات آشورية. هم كانوا أقلية، لأن تعرف أنت الآن مهاجر إلى ألمانيا، فالكرد أقلية في ألمانيا، والألمان هم الأكثرية. نفس الشيء بالنسبة لكردستان. الأموريين هاجروا إلى كردستان. الكردستان كانت ليست خالية من البشر، ولذلك عندما هاجروا إلى هناك الأموريون كانوا أقلية، وأكثرية والغالبية السكان كانوا كرد. وبعد زوال إمبراطوريتهم وزوال حكمهم بقوا في كردستان وذابوا في الشعب الكردي. ولذلك أما بالنسبة للآشوريين الحاليين الذين طبعا ليست لهم أي علاقة بالآشوريين القدماء، الآشوريون الحاليون هم نصاطرة مسيحيين من منطقة هكاري، جلبهم الإنجليز لقمع الثورات الكردية بعد الحرب العالمية الأولى. أما بالنسبة للسوريان، فطبعا السوريان الحاليين ليست لهم علاقة بالآشوريين، بل كما قلت سوريا أيضا اسمها متأتي من الاسم الإله السوباري آسور أو سوريا. أيضا الاسم الإله كان سوريا. وهؤلاء السوريان
بسبب أنهم عاشوا في سوريا فأطلقوا عليهم اسم سوريان نسبة إلى سوريا، وسوريا نسبة إلى اسم سوريا الإله الكردي. لذلك السوريان أيضا ليست لهم علاقة بالأقوام القديمة، فقط لأنهم سكنوا في سوريا ومجموعة مسيحية فأطلقوا عليهم اسم السوريان نسبة إلى اسم سوريا لا غير. شكرا.